مساء الخير أصدقائي. أنا آسفة انقطعت عليكم فترة تقريبا 7 أشهر من مواقع التواصل الاجتماعي. لا أقدر أتواصل وياكم ولا عندي تليفون أنزل بيه فيديو ولا أحكي معاناتي. أنا فنانة عراقية تعرضت للتعذيب والخطف من قبل 7 أشهر. الحمد لله والشكر الله كتب لي عمر جديد، لأن الأعمار بيد الله. زين، برغم ما الناس اللي رادت تشوهني، تشوه وجهي وتشوه جسمي وتقتلني، وحتى راد وصلت بيهم مرحلة انه اخسر الشيء اللي انا عايشة من اللي هو صوتي. ومع الاسف اكتشفت بالنهاية انهم ناس مقربين اللي هم اقربائي اشتغلوا عليها بهذا الشيء. بس الله هو من يريد بشر يعيش ويكمل حياته ويكمل مشواره، مستحيل هذا الشيء غصبا على اكبر واحد. التجربة اللي دخلت بها اني وشفت الموت بعيني، وشفت الدنيا ايش قد صغيرة، وشفت رب العالمين أقوى من الكل. صدقوني هاي التجربة خلتني أنزل هذا الفيديو اليوم، برغم أنا هسه ما مستعدة أصور فيديوهات وتعبانة ونفسيتي تعبانة ومصدومة، بس بنفس الوقت فرحانة يعني الروح عزيزة. الحمد لله والشكر. قبل فترة مواقع التواصل الاجتماعي تداولت قضية هي نهاية العالم وش اسمه، والناس كلها راح تموت وراح يجي كوكب يضرب الأرض وبعد ماكو حياة. أعتقد هاي كلها خرافات، يعني اللي عنده إيمان برب العالمين واللي يعرف إيش وقت تنتهي الدنيا ما يصدق بهذا الحكي. أنا نزلت هذا الفيديو لأن هذا الشي مسوي ضجة، وأكو بعض الناس مصدقة وأكو ناس على نيتها. صدقوني ماكو هيجي شي، وإذا صار هيجي شي هاي ظروف مناخية، يجوز خسوف كسوف، يجوز زلزال، يجوز الشمس تغير المسار مالتها، يجوز اكو ضحايا ناس تموت مثلا، صحيح. بس ماكو هاي شيء اسمه نهاية العالم، كل من ويومه. نهاية العالم انا مرة مطربة ما اقدر اتطرق لهاي الامور، اقول لكم شلون نهاية العالم. زين، هم اذا تطرقت لهاي الامور تظل الناس تضحك علي، هذا شيء مو اختصاصي. بس نهاية العالم تعرفون شلون يكون، بعد ما يأم العدل والأمان والفقير يمشي برحاب الصدر وما يخاف، ونخلص من هاي الزبايل كلها حشاكم. ذاك الوقت يكون نهاية العالم. بس مدام هسه احنا ما عندنا عدالة، زين، وصارت كل من هبة ودب لحد ما يصير نتيجة وحد لهذا كله، يا الله ذاك الوقت احنا نوصل لنهاية الزمان. اوكي، ماكو صحة لهذا الخبر، وحتى اذا صار فهي ظروف مناخية، يموت يموت ويعيش يعيش. ولكم حرية التعبير يا مثقفين العراق. زين، شوفوا اكو شي، اكو شي، كل من وعقليته وقناعته. ما اعرف بعد.